هل ينتقل ميسي إلى الهلال أم الأهلي؟ في حال قرر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خوض تجربة جديدة في الدوري السعودي، تتجه الأنظار فوراً إلى ناديين بحجم الهلال والأهلي، باعتبارهما أبرز المرشحين لاحتضانه. وبحسب محللين، يعد الهلال الوجهة الأكثر منطقية لميسي، نظراً لما يتمتع به من استقرار إداري وفني، إلى جانب كونه ممثل القارة الآسيوية في كأس العالم للأندية 2025، وامتلاكه مجموعة من نخبة النجوم العالميين مثل سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، روبن نيفيز، وياسين بونو. الهلال الذي يصنف كأقوى الأندية الآسيوية يمتلك كذلك بنية تحتية احترافية وقاعدة جماهيرية ضخمة، ما يجعله خياراً مثالياً لأي لاعب يسعى للبقاء في دائرة التنافس العالي. في المقابل، يحضر النادي الأهلي كخيار طموح، خاصة بعد تتويجه ببطولة النخبة الآسيوية وعودته القوية إلى ساحة البطولات. ورغم امتلاكه مشروعاً تصاعدياً واعداً، إلا أن ضم ميسي يتطلب تحولاً جذرياً في فلسفة الاستثمار الرياضي بالنادي، مع ضمانات فنية وتسويقية كبيرة. المؤشرات الأولية ترجح كفة الهلال في حال فتح باب التفاوض مع أسطورة الأرجنتين، إلا أن المفاجآت تبقى حاضرة في سوق الانتقالات، في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي في المملكة.